بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معاكم سعيد جمال، ودي أول حلقة من البرنامج الجديد بتاعنا تدريب تيوب، واللي هنتكلم فيه عن برنامج من البرامج أو كورس من الكورسات المهمة جدا لكل إنسان. بس هنبدأ الكورس ده جزء جزء، وده عشان الناس ما تملش وعشان الناس تبدأ تفهم جزء جزء من الكورس ده. الكورس اللي هنبدأ بيه البرنامج إن شاء الله اسمه البرمجة اللغوية العصبية، نيرو لينجويستيك بروجرامينج. البرنامج اللي عمل انقلاب في عالم علم النفس وعالم النجاح، واللي اطلق عليه بعض الناس هندسه النجاح. لكن قبل ما نخش في البرنامج وقبل ما نفهم ايه هو البرنامج، لازم تفهم حاجه مهمه جدا، وهو المعنى. يعني ايه برمجه لغويه عصبيه؟ خليني اقول لك يعني ايه برمجه لغويه عصبيه. هتلاقي ان تعريف البرمجه اللغويه العصبيه موجود في 3 كلمات. اول كلمه من الكلمات دي وهي البرمجه، وتشير الى مجموعه افكارنا واحاسيسنا وتصرفاتنا الناتجه عن عاداتنا وخبراتنا. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني حضرتك عندك افكار واحاسيس وتصرفات، وعندك معارف اتعرفت عليهم، وناس اتكلمت معاهم، وناس فهمت ازاي تتعامل معاهم، وناس ما فهمتش ازاي تتعامل معاهم، وناس كرهتهم، ومواقف خلتك اتعلمت، ومواقف ممكن ما تكونش اتعلمت منها. كل ده موجود في البرمجه بتاعتك. وعشان كده الشق الثاني من التعريف بتاع البرمجه بيقول لك: والتي تؤثر على اتصالاتنا بذاتنا وبالاخرين، وعليها يسير نمط حياتنا. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا لما نقول ان انت مريت بموقف ما، الموقف ده يا اما علمك وتعلمت منه وبدات ان انت تاخد بالك في المرات الجايه، يا اما ما تعلمتش منه خالص. فده هيساعدك بالاتصال. هتقول اتصال مع مين؟ اتصال لو الموقف ده حصل لك مع شخص، طريقه الاتصال مع الشخص ده هتكون مختلفه عن كل مره. لو الموقف ده مع نفسك، لو انت ماشي في الشارع مثلا وقعت في حفره، لو انت اتعلمت وعرفت ان في حفره هنا ومشيت من جنب الحفره او من شارع تاني، فانت اتعلمت فعرفت ازاي تتصل مع نفسك وتغير من افكارك. فدي بيسموها برمجه. اما بقى الكلمه التانيه بنسميها اللغويه، واللغويه هنا المقصود بيها اللغه. والتعريف العادي بتاعها بيقول: تشير الى قدرتنا على استخدام اللغه الخارجيه عن طريق الكلمات والجمل والالفاظ. خارجيه ده معناه ان في لغه داخليه، بس خلينا الاول نتكلم على الخارجيه. اللغه الخارجيه هي الكلمات اللي حضرتك بتقول عليها والالفاظ وكل حاجه بتقدر تتكلم بيها وتعبر بيها عن الناس، وهنعرفها مره وعلى مره اثناء شرح البرنامج. بس خليني اقول لك مثال بسيط قوي كده. لو انا شفتك وبصيت لك وابتسمت لك وقلت لك نهارك سعيد، فهتلاقي نفسك بتبتسم ليا وبتقول لي نهارك اسعد. ده معناه ان الجمله او الكلمه كان ليها تاثير كبير جدا، لان اللغه مفهومه عندك وانت فهمت اللغه دي. لكن مثلا لو انت ما بتعرفش حاجه غير اللغه العربيه، وانا بصيت لك وقلت لك نيهاو، يعني سلام باللغه الصينيه، وانت ما فهمتش يعني ايه نيهاو، بالتالي هتبص لي وتستغرب لان انت اللغه بالنسبه لك مش مفهومه. فالكلمات اللي بتتقال بتاثر عليك وبتشير لقدراتك وبتخليك تفهم اللي قدامك وتتواصل معاه بشكل افضل. اما بقى اللغه الداخليه بدون الفاظ، والتي تعبر عنها عن طريق اوضاع الجسم مثلا وتعبيرات الوجه والايماءات والاشارات حتى الاحاسيس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك زي لغه الاشاره مثلا، او البادي لانجوج. لو انا شفتك من الشارع وشاورت لك المشاوره اللي هي معناها سلام او ازيك، فانت هتشاور لي بنفس الاشاره. لو انا عملت ايماء براسي ان انا راضي، فانت هتفهم ان انا راضي. لو انا عملت ايماء براسي ان انا رافض وقلت لا، فانت هتفهم ان انا بقول لا. ليه؟ لان ده كله تعبيرات من خلال الجسم بيسموها اللغه الداخليه. وكمان ده غير لغه المشاعر، ان انت ممكن تحس ان انا حزين، او تحس ان انا سعيد، او تحس ان انا مش طايق نفسي، او تحس ان انا راضي عن نفسي. كل دي بيسموها اللغات الداخليه. اما بقى الكلمه الثالثه المكونه للجمله والعنوان وهي البرمجه اللغويه، نيجي بقى للكلمه الثالثه اسمها العصبيه، واللي تشير الى الجهاز العصبي. كل واحد فينا عنده جهاز عصبي، جهاز تقدر يفهم ويحس وينقل كل الاخبار وينقل كل حاجه ما بين كل الاطراف الموجوده جوه مدينه جسمك او عاصمه جسمك او البلد اللي اسمها جسمك. بيسموه المسلك العقلي لحواسنا الخمسه. طب يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه كده، الجهاز العصبي بينقل كل التصرفات بس من خلال اشارات كهرومغناطيسيه في جسمك. يعني بمعنى كده خلينا نشبه الموضوع بكأنك عندك لمبه.
وعندك الزر اللي بيدوس عليه. السلك اللي بيوصل الزر باللمبه هو ده الجهاز العصبي بتاع جسمك. من خلال الجهاز العصبي بتقدر تحدد اللي انت بتشوفه يعني بترى بيه، وتقدر تسمع وتحدد اللي انت بتسمعه من خلال الجهاز العصبي، ومن خلال لو انت دقت حاجه تقدر تقول ان كانت حلوه ولا وحشه ولا مره، ولو شميت حاجه تقدر تقول الحاجه اللي انت شميتها دي كويسه ولا ريحه سيئه، من خلال الجهاز العصبي اللي بيخليك تعرف كل شيء، لانه الموصل ما بين الافكار وما بين الجسم وما بين المشاعر ومن الاحاسيس. ومن هنا بقى نقدر نعرف البرمجه اللغويه العصبيه بتعريف ثابت. هتقول لي ايه هو؟ هقول لك: مجموعه قدراتنا على استخدام لغه العقل باستراتيجيات ايجابيه تمكننا من تحقيق اهداف حياتنا. يعني ايه؟ يعني حضرتك عندك مجموعه قدرات في عقلك، واللي ممكن نعمل لها استراتيجيات ايجابيه كويسه جدا، وده اللي عملته البرمجه اللغويه العصبيه من خلال شويه ادوات او بيسموها انماط او بالانجلش بيسموها باترن، ممكن من خلالها تستخدمها بشكل كويس فتخليك تغير في مفهومك للحياة وتحدد أهدافك وتحققها كمان يا سيدي، وتخليك أكتر قوة وأكتر عقلانية وأكتر اتزان نفسي وعصبي. بس في سؤال مهم جدا: الانماط والاستراتيجيات اللي انا بتكلم فيها من شويه اللي هتخلينا نقدر نستخدم تفكيرنا وحياتنا بشكل افضل وان انا احقق اهدافي، الانماط دي جت ازاي وفهمناها ازاي او اتعملت ازاي او مين عملها او مين فهمها؟ بمرور كده على النبذه التاريخيه للبرمجه اللغويه العصبيه، كانت البدايه سنه 1964 في جامعه سانتا كروز. بحث اتقابل فيه اتنين، كان الاتنين دول كل واحد عنده فكرة بس كان ناقصه يتقابل مع التاني عشان تقدر الأفكار دي تتكامل ويكون في بحث منسق ومنظم وقوي جدا. الاتنين دول مين هما؟ الشخص الأولاني اسمه ريتشارد باندلر، وكان بيدرس الرياضيات والكمبيوتر، وكان هدفه أو الفكرة اللي بيفكر فيها هو إنه يعمل حاجة اسمها نموذج بشري متميز او بيسموها الموديلنج. طب ده يتم ازاي؟ كان لازم يتقابل مع الشريك الثاني او الطرف الثاني وهو جون جليندر. جون جليندر بقى كان استاذ في علم اللغويات، يعني بيعرف ازاي يتعامل مع اللغه بشكل قوي جدا. هتقول لي يعني بتاع اللغه الانجليزيه مثلا او لغه عربيه؟ لا، بيتكلم على منطق اللغويات نفسها، ازاي اللغه بتطلع، ازاي بتاثر، سواء اللغه المنطوقه او لغه الاشاره او وكان هو استاذ في الجامعه دي، يعني كان اكبر في السن من ريتشارد. الاثنين كان بتجمعهم حاجه مهمه جدا اسمها لغه التغيير. يعني حضرتك احنا عايزين نغير كل حاجه حوالينا، ولكن مش هنغير للأسوأ اكيد، لكن نغير بشكل ايجابي من خلال نموذج بشري متميز. فكان من وجهه نظرهم ان لازم نشوف الناس اللي هم مش طبيعيين، الناس اللي مش عاديه بالنسبه للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، فقرروا ان هم يشوفوا مين احسن حد بيساعد الناس. فكان النتيجه بالنسبه لهم ان هم يوصلوا للمعالجين، المعالجين النفسيين او المعالجين اللي بيستخدموا او بيدوا نصيحه للناس عشان كده الناس بتسمعهم ويشوفوا الناس دول بتعمل ايه وياخدوا احسن ما فيهم وبعد كده يعملوا نموذج فريد من نوعه. كان اول المعالجين دول كان ميلتون اريكسون. ميلتون اريكسون كان مشهور قوي بالتنويم الايحائي، وكان راجل كده مختلف عن كل الناس وكان له كاريزما خاصه جدا. ميلتون اريكسون اتشهر ان هو قدر يعالج نفسه من الشلل من خلال التنويم الايحائي. بالاضافه ان ميلتون اريكسون كان ليه تاثير غير عادي على الناس. من القصص الغريبه جدا اللي اتقالت عن ميلتون اريكسون انه كان خارج من البيت الصبح ورايح شغله، فليه اب وابن، فالاب بيقول للابن: شايف اللي هناك ده؟ قال له: ده ميلتون اريكسون، وبص في عينيه لحسن تنام. ميلتون اريكسون خد الموضوع على انها فاني، لعبه او هزار، وقرب من الاب وقرب من الابن وراح بص لهم وقال لهم: ناموا، وخد بعضيه ومشي عادي على شغله بس كان بيهزر. فلما رجع من الشغل لقي لما قدام البيت ولقي الناس واقفه كتير، فرجع وسالهم: ايه اللي بيحصل؟ انتوا مين واقفين هنا ليه؟ فقالوا له بمنتهى البساطه ان في راجل وابنه نايمين من الصبح وبيقولوا ان ميلتون اريكسون هو اللي منيمهم. فوقتها جري عليهم وفوقه وقال له: فوق. وقال له: ايه اللي حصل؟ قال له: مش عارف، انا ميلتون، انت حضرتك لما بصيت فيا وقلت لي نمت فانا نمت. قال له: انت عارف الساعه كام؟ قال له: اكيد انا نمت حوالي دقيقتين ثلاثه. قال له: ان انت نمت ساعات. فده نتيجه الايمان الناس بميلتون اريكسون وانه ليه كاريزما خاصه، فكان لازم يعرفوا ازاي اريكسون وصل للمرحله دي. ده بالاضافه انه كان قوي جدا في حته التنويم الايحائي. التانيه بقى اسمها فرجينيا ساتير.
واحدة من الناس البارعين جدا في حل المشاكل الأسرية. فيرجينيا ساتير قدرت إن هي تنقذ عائلات كتير جدا من وباء الطلاق اللي كان ممكن يدمر حياتهم. الحاجة اللي اتشهرت عن فيرجينيا ساتير إنهم لما سألوها أكتر مشكلة أسرية قدرت تحليها خدت قد إيه وقت منك، ابتسمت وقالت 10 دقايق. وده دليل إن فيرجينيا ساتير كانت مؤثرة جدا، والأنماط السلوكيه والنفسيه اللي كانت بتستخدمها عشان تحل المشاكل العائليه والاسريه كانت رائعه جدا، وكانت فعلا افكتيف قوي او مؤثره قوي. اما بقى الشخص الثالث اللي قدروا يستخدموه كان اسمه بيرلتس، وده كان مؤسس مدرسه بيسموها الجشتالت ثيرابي، ودي احدى مدارس علم النفس، وكان ليه طرق مختلفه في العلاج النفسي زيه زي ناس كتير، من ضمنهم مثلا كوموسوجي، وكان برضو هيربون، وبرضو كان من سيلفيا. كان كل الناس دول من الناس اللي هم قالوا لازم ناخدهم عشان نعمل حاجة اسمها النموذج البشري المتميز اللي فعلا هينجحنا ويوصلنا لمهارات عقلية بارعة. ومن هنا ومن خلال حاجتين مهمين جدا كانوا موجودين عند ريتشارد باندلر وجون جليندر. الحاجة الأولى اسمها الفضول، الفضول لمعرفة الناس، معرفة الأشخاص، معرفة النفس البشرية، المرونة، إن أنت تقدر تتعامل وتتحرك وتروح وتيجي عشان تقدر تعمل بحث ناجح جدا. قدروا إن هم ينجحوا وعملوا نموذج يقدروا من خلاله ينجحوا الناس ويوصلوا للناس للحاجة اللي احنا عايزينها. النموذج ده كان قوي جدا وقتها وعمل رجة كبيرة لغاية النهاردة. النموذج ده اسمه البرمجة اللغوية العصبية اللي احنا بنتكلم عنها. النموذج ده حقق انجازات كتير جدا من خلال الادوات اللي موجوده فيه، فاصبحت ادوات رائعه جدا وقويه جدا نستخدمها في حاجات كتير جدا تغير حياتنا. منها ان انت تشيل من جواك الخوف، تشيل من جواك النزعه، تغير العادات السلبيه اللي جواك، تغير المعتقدات السلبيه اللي جواك، تقدر تحلل كل كلمه بتتقال قدامك، تقدر تعمل نموذج اتصال رائع مع الاخرين، وازاي تتصل معاهم، وازاي كمان تتعامل معاهم بشكل قوي وفعال. ومن هنا كانت البرمجه اللغويه العصبيه شيء مهم جدا يقدر يساعدك ان انت تحسن من سلوكك النفسي، سلوكك الوظيفي، سلوكك الانفعالي، حتى سلوكك مع الاخرين. لحد هنا احنا هنقف، بس احنا هنكمل في الحلقات الجايه، وهنكمل في المره الجايه بقى مع حاجه بيسموها الفرضيات المسبقه، بس هنعرفها المره الجايه. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.